مستر فوقش. انا عايز بس قبل ما نقول اي حاجه ان انا اول كولاب اللي انت الاستوديو بتصور الجديد. فيه في الاستوديو الجديد، اول كولاب معاك عموما يبقى مكان خاص بيك، اللي هو يعني أيوه. انت كنت دايما في الكولابز بتروح بروح للشخص. في فتره عملنا فيديوهات في بيت عمرو سكر فيديوهات في بيتك انا مبسوط جدا ان احنا بقى ليا دلوقتي المكان بتاعي وانت في المكان بتاعي. انا دلوقتي اول صح؟ واحد. انت اول واحد تجيلي البيت. قبل ما الفيديو يبتدي بس في خبر حصل كده لسه دلوقتي حالا عايز اقوله لك. ايه احمد العوضي ياسمين عبد العزيز اتطلقوا. مفيش حاجه اسمها حب صح؟ هو عامة ما كانش في بينهم حاجه اسمها حب صح. بس كانت رجوله مفرطه من الطرفين. بس صدمه. صدمه. صح. هي ياسمين عبد العزيز صدمة. عندها كام سنه؟ مش عارف، حاجه و30 تقريبا. هي اصغر اكبر مني. انت بتسال ليه على سنها؟ عادي يعني بشوف، بس كنت من شويه بتسال على طولها برضه. عادي يعني كنت بشوف عادي. بس ياسمين عايزه عادي راجل يعني. بشنبات شحم. عادي يا اسطى، اخد اعفاء بس وهروح الجيم. ماشي وتشتغل بقى تاكل كبده نيه وحاجات كده. الموضوع صعب يعني مش سهل. ما اعرفش حوار الكبده النيه دي بس. اقول لك على حاجه، هي ممكن على فكره بعد احمد العوضي تروح اكستريم الناحيه التانيه بقى. ساعتها مش هروح الجيم بقى تبقى عايزه بقى حد جسمه عادي وحش. قصدك ايه؟ لا مش انت يعني عامه بتكلم عامة يعني ايوه حد يحتويها، حد يكون حنين. حد حضنه بيدفي بالظبط زي كده. ده اللي انا قصدي عليه. مش بقى في موضوع الفيديو، احنا النهارده هنتكلم في المهرجانات. انا جبت فوقش مخصوص عشان اقول له ان انا الفتره دي بطلت اسمع راب. ما اعرفش ليه فجاه حسيت ان انا زهقت. صح انت انا شفت حلقه الراديو بتاعتك بتقول فعلا الموضوع خلاص، بقول ان الراب مات. الراب مات ومفيش تجديد وبتاع. لقيت البديل بقى المهرجانات. انا قررت السنه دي اسمع مهرجانات. انا بحس ان ده اصلي، دي الاصوات الحقيقيه مش هنحاور على اي بعض. سواء توك توك هتلاقيه بيتكلم كده عادي، اي طفل صغير هتلاقيه لما بيعيط بيعمل نفس صوت ايوه بعدك يابا انا شفت ايه. ده فعلا صوت الطفل المصري الحقيقي. صح. لكن بقى ومافيا ومش عارف ايه. مفيش مافيا في مصر. وما تخلوش الرابرز يخدعوكوا. معظم الناس اللي هم بيطلعوا اشباح في الاغاني بيبقوا اصلا عادي عايشين عادي جدا. بيروح مدارس انترناشونال بالظبط. فانت اسمعوا حاجه حقيقيه، اسمعوا حاجه مش فيك، اسمعوا مهرجانات. بعدين بحس برضو ان المهرجانات الدوشه اللي فيها بتغطي على الدوشه اللي في دماغي. انت الحوار ده لو انت واقف على الدائري مفيش حاجه هتمثل الحاله اللي انت فيها دي غير مهرجان كله ترزيع. انت واقف في عادم وفي زحمه وراكب مع سواق ميكروباص رافع له شريط، انت خلاص انت هتسمع ايه يعني؟ مفيش حاجه هتعبر عن حالتك دي غير صوت الدوشه، ريحه العادم. برضو لاحظت مؤخرا ان المهرجانات بدأت يكون فيها مواضيع فلسفية اكتر. يعني مثلا كان في مهرجان بيتكلم عن الايجو وحب الذات. بجد والله كان بيقول انا بعشقني قوي يابا. انا ايه؟ انا بعشقني قوي يابا. بابا. لا اي محاوله بتاع مهرجانات ان هو يتفلسف فهي جت معاه بالصدفه. انا بحس ان مفيش توبيك بيثيرهم قد خيانه الصحاب. تحس في سيكشوال تنشن بين اصحاب المهرجانات واصحابهم، اللي هو بيبقى بيحبوا فشخ فمش عايزه يغدر بيه، فبيقول له يا اسطى صاحبتك بتخونك بالمناسبه تعالى لي ارجع لي تاني. هم بيتكلموا عن خيانه الصحاب اكتر من خيانه الحبيبه. فهو دايما في علاقه بايظه بينه وبين صاحبه. بالظبط، دايما في علاقه غريبه بينه وبين صاحبه. أيوه. قويه زياده عن اللازم. انا يعني عملت بلاي ليست كده سمعها لك النهارده وتقول لي رايك كده. اول حاجه الاغنيه الشهيره البت بتاعتك شط ما بين قوسين، مش كل اللي جروا مش كل اللي ايه جابوا مطوه بقى سفاح. انا كنت هحاول اقرا بس انا فعلا مش شايف اي حاجه من النضاره دي. برضه لو تلاحظ هنا هو قاعد بيكلم صاحبه يا اسطى خد بالك البت بتاعتك شط. برضه هو عايز يبقى هو مكان البت بتاعتك. لو انت سبتني وصاحبت واحده يا اسطى عيب والله. على فكره صاحبتك دي هتاخد بالك من التايتل. برضه دايما التايتل في المهرجانات بتبقى غريبه. دايما بيبقى فيه كلمه وما بين قوسين كلمه ثانيه. تحس اللي هو بيشوفوا ايه الفريز اللي انتشر ويقوموا حاطينه عشان لما حد يسيرش يلاقيه. يعني متاكد ان الاغنيه دي هيغيروها ويحطوا بين قوسين الحمد لله على الفقر والجدعان. لا والصب منين اصلا عدد الفيوز اكيد. لا بس دي مكتوب عليها 2023 اكتر سنه فيها مساجين. دي اول بار في الاغنيه 23 اكتر سنه فيها مساجين. هل دي احصائيه مثلا؟ عامه دي اغنيه سويسي. لو الحمد لله على الفقر والجدعنه. انا ما بسمعش مهرجانات بس بسمعها غصب عني في تيك توك. كان في اغنيه كده كان بيقول فيها اكتر حاجه بتميزنا ان احنا في بعضينا كده. هي دي بجد والله. بس عايز اقول لك ان هي ما طلعتش بعضينا، هي طلعت بنسند بعضينا. عامه
في بعضينا واقعيه اكتر. واحنا كده كده مش هنشغل، مش عارف اشغل اغاني قوي في الحلقه دي عشان الكوبي رايت، هو بروتكتد قوي يعني. السوشيال ميديا بتاعهم اسمه مودي العفريت، ممكن يقفل لك القناه لو قلنا حاجه ما عجبتوش عامه هيبهدل. لو تاخد بالك برضو بتوع المهرجانات دايما بيدوا كريدتس بطريقه غريبه. دايما يا اسطى بيبقى فيه ربع التراك في الاخر هو لا، وكريدتس على الناس ما عملوش حاجه، هو واحد بس واحد صاحبي انا في الشارع افتكرته بس. تلاقيه يقول لك اجدع واحد في شارع 9 المكواجي اللي في الشارع، اللي هو عارف بارتيسيبيشن تروفي كده. انا فاهم هم ليه بيحطوا كريدتس وكتير، لان زي ما برضو كنا بنقول من شويه ان هم فعلا بيغيروا فشخ. اللي هو انت يا اسطى انت حطيت اسم حوض وما قلتش اسمي، والله عيب. طب البنت بتاعتك طب شاطر. البنت بتاعتك يعني مثلا مودي العفريت سوشيال ميديا ده بيعمل ايه؟ ايه نوع السوشيال ميديا اللي بيعملوها؟ التشانل اصلا اسمها اكس ميوزك، سينجينج اسلام كابونجا ده وكاروشا المغني يعني. ماشي، ليركس اسلام كابونجا، ميوزك ديستريبيوشن فيجو الدخلاوي. ثانية يا اسطى، هو فيجو الدخلاوي ده موزع يعني بيوزع على البلاتفورمز ولا موزع يعني؟ تقريبا موزع ملحن بروديوسر يعني. بروديوسر. ليه بقى؟ لان في واحد تاني هو بيزنس ادمنستريشن، وليد لمباده وكيمو الدخلاوي. بيزنس ادمنستريشن دي تحسهم في ام اس اي. ده الميجر بتاعه، ده واحد دخل عن كلية عندهم في الحرم. المهم ان وليد لمباده ده مش يسيبوا اللينك بتاعه مثلا او حاطين رقم تليفونه. جرافيك ديزاينر ومونتاج. مونتاج. بص احنا عندنا مهمه صعبه في الفيديو ده، ان احنا لازم نحاول ما نبقاش طبقيين. انا مش طبقي خالص، انا بحب كل الفوار. احنا بنسف على الجهل عامه. اعتقد مونتاج يعني اي حد معاه موبايل ممكن يسيرش ويطلع السبيلنج الصح، مش محتاج يبقى معاك فلوس. انا متريق على ان هم ما بذلوش مجهود. ممكن مونتاج. تكون دي مونتاج بالفرنساوي، ممكن. واحنا اللي جهل. واحنا اللي جهل. وانت عارف ان انا اول مره اشوف صوره اسلام كابونجا ما كنتش عارف هو ده اسلام كابونجا. هو ليه متصور كده؟ مثلي الاعلى عامه. لا لو خدت بالك كمان دي صوره مودي العفريت. مودي العفريت ما حطوا صور كل الناس اللي في الكريدت. يعجبني برضو التقدير. انا هحط رقم تليفونك وصورتك في التراك وكله. والله كنوب. ده كمان المونتاج كريم مزيكا كاتبين هنا مونتاج صح. مين ارقام تليفوناتهم برضو ممكن نبقى يعني نبقى نتكلم كل يوم مونتاج الفيديوهات. خليهم يمنتجوا لنا الفيديو ده. هم قاعدين بيعملوا كاتس كل حاجه نقولها يكتبوها بالطريقه دي. سب تايتل تحت وعماله بتطلع. المهم ان بتوع المهرجانات ما بيعملوش كليبات في الاغلب. كل الفيديوهات اللي بيعملوها بتبقى كده، اللي هو سلايد شو صورك بتطلع صور كلها معمول لها اديت. بس عامه والله روش يعني حلو يعني. انا عارف ان هو تمبلت. مين مروان فياتو؟ مش عارف، هو واحد بايده في لحظه يدمرك. انت ليه بتهددني؟ شوف انت بقى. طيب احنا ممكن نشوف الليركس. تعرف ان هم موجودين على جينيس. تمام. طب حد مترجم اي حاجه يعني؟ هل في اي كلام ليه ابعاد؟ لا مفيش اي حاجه مترجمه. ما كويس ان هم جابوا الليركس اصلا. ممكن نقرا بقى الحاجات المشهوره. نخلي بنسند بعضينا، نخليها بعضينا. انت مصمم بجد والله احسن. احنا اكتر حاجه اصل دي حاجه فعلا مميزه فشخ. اللي هو لو انتوا اصحاب بتسندوا بعض دي حاجه عاديه. بيقول لك الحمد لله على الفقر والجدعنه، كله عايز يبقى انا، دي معروفه بس انا واصل له بعد كذا محاوله. هو افتقر بعد قعد يحاول يفتقر. اعمل ساين ان وتعالى نترجم له التراك. والله اعمل اد انوتيشن. تعالى مثلا تعالى نفكر في الكلام زياده عن اللازم لحد ما نوصل لمعنى عميق فشخ. عباره الحمد لله على الفقر والجدعنه دي تدل على ان هو بيشجع على الزهد في الحياه. اكتب كده. هو عايز يبقى زاهد، مش ممكن عايز انه بيدي شوت اوت للسويسي. ممكن برضه المغني هنا بيدي شوت اوت سويسي وبيشجع الشباب على الهجره غير شرعيه. لا ايه ده كده اتسجلت؟ بس لسه ان ريفيود. حد ده الحمد لله بس. ده الحمد لله. كان قصده كل ده في الحمد لله. تيجي نكتب كله عايز يبقى انا. المغني هنا يقصد ان كله هو عايز يبقى هو. لا خلينا نترجم فعلا. هنا الكاتب خلينا نقول الكاتب كان يقصد ان من كتر الزهد اللي هو فيه بقى قدوة للشباب. بقى مثال اعلى. مثل مش مثال اعلى. الشباب مش مهم بقى يعني. هي دي حاجه الوحيده الغلط. حاجه اسمها كده. هو بقى عايز يبقى مثال. عايز يبقى عبره. البت بتاعتك شقط زي سيادتك بالظبط. على طول بعد الفار والجدعنه بص يا صاحبي نخش في الموضوع على طول. البت بتاعتك شقط عندها تيشرتين كات بتلبسهم وهي جايه لي كمان يعني. هي شقط وبتجيله تيشيرتات كات. بصراحه دي بقى اللي لا معلش يا برو كده. انت ولا انت فقير ولا انت جدع. مش فاهم ازاي حد قابل على نفسه يصاحب واحده بتلبس تيشيرتات كات. عندك هنا ترجمه في دي. ممكن نقول صاحبه الواد ده شقط واخلاقها متدنيه لدرجه ان هي بتلبس تيشيرتات كات وهي رايحه الاسلام كابونجا. احنا عايزين معنى اعمق. ممكن نقول المجتمع الفتره دي بيشجع البنات
على التعري، مما ادى الى ان صاحبة المستمع اصبحت بتلبس قط، وبالتالي اصبحت بنت شاطر. فبتروح لاسلام كابونجا. جملة تدل على قلة ادب صاحبة المستمع. حلو. مهم بقى، هي ما اكتفتش ان هي لبست تيشيرتين قط بس كده وعادي وراحت لاسلام كابونجا. لا 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 لا، دي فضحتك يا اسمك ايه. كمان بيهمش المستمع. فضحتك. حلو. وطلعت يه يعني ايه بقى؟ يا دوب يجي يقف يقع. كانت في فيلم يعني رمزي بس مش كده يعني يه ممكن نترجم يه دي يعني يجي يقف يقع. على فكرة هو مترجمة يعني يا دوبك تقدر تهزر، بس دي يه ته يعني يا دوبك يقدر يهزر، يعني يا دوبك يقدر يهزر. انا حاسس ان انا ممكن اكتب في المهرجان ده كتير. ممكن تقول اي حاجه. نزلت انام البيت ورحت واتعشيت، رحت مطعم غالي وصرفت 100 جنيه. المهم يعني هو بوستين، طلع بوستين وبيعاني. بوستين وبيعاني. يا دوبك بقى يقدر يهزر، يا دوبك يقدر يبوس، وهو اخره بوستين وبيعاني. اتهمه بالضعف الجنسي. ممكن تكتب كده ان هو بيتهم المستمع بالضعف الجنسي. احنا بنساعد الشباب برضو اللي مش فاهمين المعاني دي، شباب بالظبط. شباب زايد والتجمع اللي بيسمعوا الحاجات دي ومش فاهمين يعني ايه الكلام ده. احنا بنسهل عليهم الموضوع. بالظبط. احنا شكرونا نعمل خير مهما يطلعوا اشاعات. احنا هنفضلوا اخوات. هو من اسكندريه. احنا اكتر حاجه بتميزنا ان احنا بنسند بعضينا. بس خليها بين قوسين. اعمل عليها بعد اذنك عشان خاطري. كلها ايه؟ حسدت لمتنا عشان كارهين عزوتنا. كلها حسدت لمتنا عشان كارهين عزوتنا. اللي بيسحب في شارعنا بياخد 30 سكينه. ياخد 30 سكينه. انا ممكن اشتغل ملحن عند اسلام كابونجا. فوقش الدخلاوي. شارع الشامي اخطر شارع فيه الجنتل صايع. يعني ايه؟ الشارع فيه الجنتل صايع. الجنتل دي حاجه حلوه. الجنتل ده بيفتح الباب للبنات وهم بياكل بشوكه وسكينه. جنتل هناك يعني بيبقى شكله من بره الجنتل بس هو من جوه صايع. بيقول لك ايه بقى؟ الاسطوره مروان فياتو عمري ما شفته جاي في حياته. جاي براكي. انا عايز اعرف مين مروان فياتو. في واحد في الجانج دي. احلى رقص على الدباحين كوبري الناموس من مروان فياتو. تمام. ده راقص ده بتاع ده. هو ده مروان فياتو. كينج يا عم. هو ده اللي هيدمرنا. مرعب. في شباب اسمهم حسن بذرة، بس اللي هيخش يسيرش عليهم يعني على مسؤوليته الشخصيه. انا مش عايز. ده بيعمل ايه ده؟ مش عايز دي حاجه تنتسب لي. دول شباب بيقلدوا اغاني، بس في مره قلدوا اغنيه شعبي. الاغنيه الشعبي دي كانت قصتها ان هو شاب عادي جدا كان رايح يتقدم لواحده، بس اهلها رفضوه، فهو راح يصطبح مع خالته، وخالته ماتت تقريبا وهي بتصطبح. فراح لسته. سته قالت له انت خالتك ماتت قدامك والجوب في ايدك. قام طاعنها. وبعدين ما استحملش الضغط ده كله، قام قتل نفسه. عامة برضه دي حاجة مميزة في المهرجانات ان هي بيبقى فيها قصة، وانا دايما في حاجة في البلاي ليست دي فيها قصة بجد. انا بحب القصة. مهرجان اسمه ناس 3 مرات ناس. بس في نص ساعة ناس. بيقول لك ايه بقى؟ رجع لامه ندمان بعد ما غاب فتره طويله. فاكر البتاع رجع لامه ندمان بعد ما غاب فتره طويله. مستقل حضنيك يا اما ونفسي انا ادخل بيت العيله. هو مزعل امه. تمام. المهم ايه؟ امه قالت هسامحه ابني وهداوي جراحه وطبطب على الخدود عشان تفتكر ملامحه. طبطب على الخدود اللي ضربته بالقلم بالراحه شويه. واديت له صاغتها يبيعها. قالت له المصلحه اسمع مني، هيروح يشتري بيه كله مخدرات. ايوه صح. فرحتي لما افرح بيك بعد ما نظري خلاص راح مني. دي اتعمل. الله يرحمها. ما ماتتش اكيد ماتت يا اسطى. عنده 9 سنين. هات لك عربيه تجيب لك رزق. اشتغل اوبر. شفتوا اللي حصل يا اهل الله؟ اتلم على الصحبه الضاله. دخان يشرخ في الصدر يكح الكل يقول له اسم الله. هو فعلا راح جاب الصيغه. راح جاب 8 صيغ كلها حشيش. دخان. راح جاب سجاير ب 50,000 50 مليون جنيه.
معاه فلوس عربيه مثلا في 2008 ولا 2009 دي اللي هو كانوا فعلا 50 60 الف جنيه. راح جاب بيهم دخان، راح جاب بيهم كلهم حشيش. كتبوا له عرفي على بنيه. يعني بس مش حشيش، لا حشيش وزنا. لا ما عرفي بقى، ما عرفي ده اللي هو حلال عادي. ما اعرفش. هو العرفي حلال يا جماعه؟ اكتبوا يا جماعه في الكومنتات. الكومنتات. اعتقد اي حد بيلاقي فلوس فجاه بيظهر له اصحاب غلط اللي هو بيقولوا له تعالى هنقول لك تصرف الفلوس دي في ايه. رقم واحد اتجوز عرفي. هات كاميرا ومايك واشتغل يوتيوبر. قالوا له مين يشهد في العقد؟ ولا واحد جله. يعني كلهم شهدوا، كلهم شهدوا عادي على عرفي. ما كده ما بقاش عرفي اعتقد. راح شد الحرمه وراح على البيت ورجع مخنوق ومبوز. يا سلام على الرايمز. يعني هو قال لا على العروسه على اللي جايبها البنت له امه الكويسه وقام راح اتجوز واحده عرفي. شاط. اتجوز واحده بتلبس كات. ده راح بقى ايه، قال لها ياما اتجوزت. يا قالت نهار له ازاي أبيض. من غير ما تتجوز؟ ازاي يا ابني؟ مش توريها لي؟ هي اكيد زعلانه عشان ما شافتهاش. هو ده اللي ضايقها. هي كانت عايزه تتجوز واحده هي كانت شافتها قبل ما تتعمي. المهم يعني البنت عاشت في دور الرقه وحبه وقالت له لا مش هتلمسني، اكتب لي شقه. اوه هتوقعه بقى. توقع بقى وهيخلي الموضوع رسمي. اكتب لي شقه. هي دي بقى مشكله البنات الشاط ان هم بيمشوا الدنيا معاك لحد ما تضربوا ورق عرفي وتتعلق بيهم. بيبيعوا التيشيرتات القط مدمن. بتاعتهم وتبقى مدمن، وبعدين يقول لك بص بقى لا معلش مفيش منه يا باشا. اكتب لي شقه. المهم يعني راح قال لها ايه بقى، هتسيبي البيت الجميل وتروحي تعيشي في الدار معايا. يعني هاخدها دار مسنين. قال دار رعايه ولا دار معايا؟ دار معايا. يعني رعايه اعتقد هتبقى منطقيه اكتر. صح ايوه، هو ليه ما كتبهاش رعايه؟ شد امه لدار رعايه وسابها في نص الطريق. قال لها روحي وكفايه انت بتمشي لي بالبطيء. يعني حتى مش عايز يوصل امه ما مش معاه عربيه بقى، اشترى بفلوس العربيه مخدرات. وساب امه تكمل طريقها. مشي الجاحد مضايقها، راح على البيت وشاف مراته في سريره بتخونه نايم عاشقها. اسلام كابونجا. لا مراته لابسه قطه نايمه مع اسلام كابونجا. طلعت شاط. بعدين بقى طردته من بيتها بقى، اكيد دي الخطوه الجايه. اقول لك هي عملت ايه. جري على عاشقها هيغزه. قالت له انا اديت له جسمي. قالت له لا ثانيه، انت هتغز عشيقي؟ ما تغزش عشيقي، انا اللي اديت له انا اديت له جسمي. انا عبيط. اطلع بره البيت يا كلب. دي الشقه كتبت باسمي كمان. يعني هو حط جسمي، انا اديت له جسمي عشان يرايم اسمي تحتها. طب وبالنسبه للعقد العرفي طيب، ما ممكن يروح المحكمه بعقد عرفي اعتقد. يثبت قضيه الزنا دي. يثبت قضيه زنا. انا عايز اثبت قضيه زنا. ما اعتقدش ان هو كان ذكي انف يعني. هو لا استنى، ده في حوار. ايه ده هي بعد ما قالت له اطلع بره البيت يا كلب، دي الشقه اتكتبت باسمي، اصل انت جوزي عرفي لكن ده جوزي رسمي. يعني هي متجوزه اتنين. متجوزه اتنين. حرفيا ممكن تتحبس فيها. زنا وجواز متجوزه اتنين. لا دي لسه تاخد فيها حكم عليها حلو قضايا دي. كتير دي. المهم يعني كفايه كده. حلوين. بس دي قصه من القصص اللي ايه، المستوحاه من الحارات الشعبيه اللي فيها عبره، اللي فيها اوثنتسيتي، مش زي الراب، مش زي العيال الصغيره اللي هو يقول لك برو مش عايز صاحبتك. اتجوز وبتاع. اللي هو جيت اجرب نفسي لقيتني سخنت. اللي هو انت بتقول ايه يا اسطى؟ انشف كده. ده مهرجان سلامات على ناس عملوا لي اخوات. ده واحد اسمه امين خطاب، 55 مليون اسمه فيو. شاعر. فكرة ان هم بيعملوا هيتات وان هيت وخلاص يعني. بس يعني دخلنا على امين خطاب ده هتلاقي كل الفيديوهات. انت تعرف شكل امين خطاب؟ لا حد طبعا. كان يعرف شكل امين خطاب كده. لسه منزل تراك من ساعه، 2000 فيو. تيجي 2000 نكتشف ونص. التراك ده طيب؟ لا مش عايز تكتشف، مش عايز تساهم في انتشار التراك. انا خدت بالي من حاجه، ان انا قاعد قعدت الشيء اسمه من اول الفيديو. عدد ايه؟ الشيء اسمه ايه؟ اكتب كده الشيء اسمه على هو اللي على الشمال خالص ده. هو ده ليه كائن واسمه الشيء اسمه؟ لما تحلق الشيء اسمه حبيبتك تلغي الموعد. مين سماه كده؟ هو ده مشهور. ده لقاء صحفي مع الشيء اسمه. ده مش الشيء اسمه. ده فيك شيء اسمه. هنرجع للموضوع. انت سحلتنا. اللي يحبنا في اللي احنا نحبه طول الحياة. مش ده اللي هو سلامات مكان على الأقوى. ناس الاغاني الشعبي لحنها مسروق. ما ده اللي بيضحكني. هو بجد هو اتمنى لو انساك بقت سلامات على ناس على ناس عملوا لي اخوات. انا عايز اقول لك حاجه، ان ده بروديوسد باي فيصل العبد، انتاج فيصل العبد اهو. هو ده. ودول دايركتنج واديتنج. هم ليه عاملين كده؟ مش عارف اللي هو كانوا بيدايركتوا ويديتوا في نفس الوقت مع بعض. اشرار في الموضوع. كانوا بيدمروا الفيديو. ايه ده؟ هم مش ماسكين ايد بعض؟ هم عاملين كده. هم بس عاملين كده بعض. خلي بالك برضو بتوع المهرجانات عندهم مانجمنت زي الراب كده برضو. يعني ده تلاقيه عمر عماد بتاعهم مثلا. خش على اللي بعده. ده بقى ايه، ابو الشوق مهرجان دنيا المراجيح. التشانل دي بجد مجننين. ليه بقى؟ اولا الفيديو 223 مليون فيو، والتشانل 1,880,000 سبسكرايبر. التشانل اسمها ابو الشوق زعيم ميكانيكا الفن شرطه الموزع. يعني ايه؟
انا مش فاهم او الشو زعيم ميكانيكا الفن. يعني انت دلوقتي يعني هو صنايعي فنان. ما اعرفش دي القناه الرسميه عشان بس لو شاكك ان لو ممكن شاكك تكون دي يعني. فيك يعني أيوة، او حد أيوة. بيقلده. المهم يعني مش هنحسده. الحمد لله على الفرق كده. دي جي موقع فيجو حصري على موقع فيجو. بيقعدوا يجيبوا اد لبس، مش اد لبس، ناس كده بتقعد اسمها توتال ماركس. اللي هو مهرجانات.com، ودايما بيجيبوا بنت. وموقع تاني مش عارف بيقول موقع ايه بس هو موقع تاني. هو بيجيبوا البنت دي منين؟ انا دايما بقعد افكر ازاي في بنت بالصوت ده توافق تعمل حاجه زي كده. المهم يعني ان انا دخلت على موقع مهرجانات ده، اكتشفت ان ده سبوتيفاي بتاعهم. يعني ده حصريا على حصريا. بيقول لك حصريا انت بتسمعها على يوتيوب، اللي هو حصريا على موقع مهرجانات انت بتسمعها في يوتيوب عادي. المهم بقى دخلت على موقع مهرجانات ده، لقيت بجد عالم ده سبوتيفاي. استنى يا عم، شكله اليو اي حلو. ايوه، وكله بقى بص، مهرجان اخوك يا عم، صاحبه، مهرجان باب الغربة. عندهم سيكشن اسمه نجوم المهرجانات. اجمد ناس في مصر، بدل توب ليسند يعني. لا اجمد ناس في مصر عموما. لو مش اجمد ناس في المهرجانات حتى اجمد ناس في مصر. يقول لك ايه بقى؟ كريم كريستيانو، اسلام كابونجا، رضا البحراوي، مجدي الزهر، اجمد ناس في مصر، عصام صاصا، حمو الطيخه، مين خطاب، احمد موزة. لاحظ ان دايما اسمهم مركب اسمين، اول اسم ده عادي حاجه لحاجه، والتاني ده حاجه غريبه، اللي هو محمود النمر، حماده شبوكشي، محمد الفاحة، دايما اكله. زياد النوبي ده حد بجد. ايوه اكيد. وعندهم ايه بقى الجديد؟ مختارات انت وحظك، الاكثر شعبيه، ترند. تيجي نشوف ايه الترند. مهرجان حكايه في الدقيقه، حوده الكابتن. حكايه في الدقيقه ولا في الدقيقه؟ حكايه في الدقيقه. تمام. واللي مغني اسمه حوده الكابتن بس يعني لا ده مجال عالم بقى، فاهم؟ عارف ايه اللي مسروق برضو تاني بطريقه مضحكه قوي؟ حاول تعرف مسروق من ايه. سبتني في عليكي اول حياتي يما. انا كنت فاكر ان اول حياتي يما هي المهرجان اصلا. هي دي كانت واما ولا مين تقريبا؟ ايه انا عاوز اشرب بني. اكيد واما ما قالش كده. ده عسيري. انا عاوز اشرب بني وانسى احزاني. خلوا عسيلي قال كده. انا عاوز اشرب بني يا ناس، انا اشرب بني يا ناس، عندي احزان ولازم انساها. بس بقى ايه تاني عايز اسمعهولك؟ اهلا صحابي الوطين. صباح الخير. اسلوبي عارفين كلكم شايفين. ده بقى عنده نظريه مؤامره في دماغه، عشان اكيد مش اللي بيقولوا ده ما بيحصلش، مش واقعي. اهلا اصحابي الوطين، اخباركم ايه؟ مش باينين. لما شافوني معايا جنيهين قالوا يخرب عقلك فينك. يعني هم شافوا معايا جنيهات 2 جنيه هو يخرب عقلك فينك. حد اتصل بيقول له يخرب عقلك فينك. سمعت انك معاك فلوس. المهم يعني هو ايه، راح قلق معاه جنيهين، راح اكلمه وقال له ايه عامل ايه بجد، انت وحشنا، مش باين ليه مطنشنا. اعتقد بقى انا لما بكلم موحى مثلا قال له ايه يا موحى سمعت انك خدت مصروفك، عامل ايه؟ مش ناوي تنتج لي بودكاست؟ المهم ايه بقى، ما كانوش عايزين بودكاست، هم كانوا عايزين حاجه ارخص بكتير. هات لنا عشوه وفرفشنا والله ابدا ما نسيبك. ما انا حاسس ان ده يعني اللي هو قشطه، يعني اللي هو لو واحد جاله فلوس يعني لازم صحابه كده اللي قريبين. هات لنا عشوه. ايه بتخلص عليه القصه دي؟ بيقتلهم ولا بيقتلوه عشان ياخدوا فلوسه؟ بتخلص باشرف عبد الباقي. اشرف عبد الباقي هو بيقول وعشان انا احسن منكم هفضل طول عمري حريقكم يعني وكده يعني. ملعون ام معرفتكم دي وشوشكو سودا وكشره. ده بيقول كده الحمدي مرغني. انا كانت زماني متجوز ومعايا دستة عيال فطور. بس عزمهم على عشوه. هي العشوه هي اللي هي العشوه. انا كل فلوسي ضايعه فانتازيا على كيفكم وسهراتكم. فانتازيا هو عارف يعني ايه فانتازيا؟ بس يعني دي نهايه القصه. بس كده ان هو صرف فلوس كلها على المخدرات واكل الصحاب على اصحابه. وكان ممكن يتجوز بيها. بكل ده ب2 جنيه في العالم الفقير الجدع. بجنيهين. يخرب بيتك يا كيف ويخرب بيت معرفتك يا ابن اللعيبه. يخرب بيتك يا كيف. هو ما عادش فانتازيا، اسمع لي فانتازيا. دي برضو دي كلمه ثالثه خالص. اكيد انا مش هفهم يعني ايه فانتازيا. ولا انا بصراحه. مش نرجع بقى بورا شويه كده. هي برزنتيشن باوربوينت. الموضوع كان بدائي شويه. ما كانش فيه مونتاج.
فيجو الدخلاوي. مساء الخير عليكم، تعالوا اشربوا. بحط كوميكس يا صاحبي. اسكندريه بلد الرجاله، لا دهب ولا ماس، ولا دي كلمه بحري لوحدها بترفع الراس. والله. واخد بالك من الوتر مارك؟ ايوه ميدو البدوي. هو ليه كانوا عاملين سلايد شو ميمز ويندوز موفي ميكر؟ ده حمو بيكا، ده فيلو. ده فيلو. عارف الايديت بتاع والسوبي. بس برضه انا عندي سؤال، ده برضه شكله مش لحن مسروق خالص. لا ده بقى القديم، ده بقى اللي هو كان اوريجينال. ايوه لسه ما خير. اكتشفوش ان في اغاني تانية غير الشعبي. كان لسه فيش نت. كانوا السلايد شو يعني خطير يعني. عبقري. ده كل ده فيلو. فيلو لما قبل ما قبل اي حاجه عامه، قبل بدايه البشريه. القبل ده ليجاسي. ده ليكسي دلوقتي عادي. ماشي كفايه كده. قبل ما الفيديو يخلص انا عايز بس ادي شوت اوت لكل اخواتي. ممكن تعملها قول shout out. بلحن اسلام كابونجا. شوت اوت لاخواتي. اخويا بايجر يعني النيم اجمد وحيد في بتمنى له كل خير. اخويا مهاب شادي جدع على الفار والجدع. انا احسن واحد بيعمل ترندات تيك توك. بس كده. ده شوت اوت لخاص صغير احمد ياسر. بس شوف انت عايز تشوت اوت لحد؟ لا، شوت اوت أنا لخالد تمام. حسام عشان ما عملش شوت اوت لحد. لا انا الفيديو هكتب بقى ليركس، يعني هدي نفسي كريديتس واحط نفسي سلايد شو كده طالع. اكتب مونتاج. اكتب تحت مونتاج خالد حسام في الديسكربشن بالجي كده. نكون وصلنا لنهايه الحلقه. مش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير وشير وفولو وتسيبوا كومنت وتعملوا فولو لفوقش سبسكرايب على تويتر وعلى انستجرام بالظبط. وسبسكرايب على يوتيوب بالظبط. وتسمعوا كل الاغاني بتاعتي على سبوتيفاي. انا بالظبط. بقيت فنان. فوقش دلوقتي بقى فنان. ايوه وبس باي باي. باي. في شعوذة برودكشن. عارف شعوذة برودكشن؟